ده ايه الاخبار اللي تفرح دي بقى؟ بجد ايه الاخبار اللي تفرح دي؟ حقيقة ايمن حفني انا بتبسط لما بشوفه. يعني ايمن حفني كده من اللعيبه اللي مجرد ما بشوفها كده صورتها بس كده ببقى مبسوط. دايما كنت زعلان ليه ايمن حفني دايما بعيد عن المشهد في الزمالك، ليه دايما ايمن حفني مش موجود، ايمن حفني مختفي. فرحتي بعودة ايمن حفني تاني للزمالك دي بالنسبه لي يعني الفرحه كلها. رسميا خلاص تعيين ايمن حفني مديرا فنيا لاكاديميه نادي الزمالك الرسميه. خطوه حلوه قوي الكابتن ايمن حفني ان هو ياخد السلم درجه درجه من تحت، يبدا بالاكاديميه، بعد كده هتلاقيه طلع على قطاع الناشئين، بعد كده ممكن يمسك تاني حاجه اكبر في قطاع الناشئين، عشان وقت ما الزمالك يحتاجه في الجهاز الفني او حاجه يكون الراجل موجود وخد خبرات كويسه. ويا سلام لما الحريف هو اللي يبقى يعني عينه على الناشئين. اللعيبه الحريفه دايما اللي زي ايمن حفني، حازم امام، تعرف تلقط اللعيب الحريف كده لو وسط مليون واحد. فخطوه كويسه جدا. انا مبسوط ان ايمن حفني موجود جوه نادي الزمالك في اي منصب بقى، في اي حاجه تخص الزمالك فيها ايمن حفني انا ببقى مبسوط. وربنا يوفقه ان شاء الله ويقدر يفيد نادي الزمالك في الاكاديميه ويطلع لعيبه تفيد نادي الزمالك في المستقبل باذن الله. حابب بس اقول لكابتن ايمن حفني الحمد لله على السلامه تاني، ان احنا شفناك بخير، ويا رب دايما اسمك يفضل مرتبط بنادي الزمالك لغايه ما تبقى المدير الفني لنادي الزمالك.